عمرك صحيت من النوم وحسيت انك متضايق من غير اي سبب؟ انا ما كنتش فاهم ليه ساعات بقوم متعكنن، ليه بقيت ازهق من اي حاجه، ليه اي صوت بسيط ممكن يخبط في دماغي كانه صوت طبله. كنت فاكر ان السبب هو الشغل، الناس او البلد نفسها، بس طلع في سبب ما كنتش بحسب حسابه وهو موجود حوالينا طول الوقت. السبب هو بيتك. احنا دايما بنقول ان البيت هو الامان، فالبيت يا اما بيريحك يا اما بيستهلكك. في دراسات اتعملت في جامعات معينه، بس اقول لك اسمها تنساها يعني مش تفرق معاك قوي. المهم راقبوا بعض البيوت فيها عائلات لمده معينه، ولقوا ان البيوت اللي هي المفروض تبقى سبب للراحه ليك، سبب للاستقرار، هي نفسها ممكن تؤدي لتوتر مزمن. تفتكر ايه اللي ممكن يبوظ مزاجك من غير ما تاخد بالك؟ الكنبه اللي مش مريحه، اللمبه اللي مخلياك مركز زياده عن اللزوم، الصوت اللي جاي من ورا الحيطه، السفره اللي واخده نص مساحه الاوضه ومحدش بيقعد عليها. كل دول مش ديكور، دولت عناصر ضغط عصبي تتعامل معاها يوميا من غير ما تاخد بالك. وزي ما قلت لكم في اول فيديو من السلسله، انا كنت ساكن في اوضه صغيره، سرير لازق في الحيطه، النيون فوق دماغك، والحيطه حرفيا بتسمع اي حاجه جنبك. الجيران يتخانقوا، يتصالحوا، يطبخوا، يعملوا اصوات تتكسف تسمعها. فارتبطت بشكل ما او باخر في الجيران وبقيت اشاركهم مشاكلهم. ما كنتش بشتكي، بس كنت دايما متضايق، مش قادر اركز ولا حتى استريح. وفي اللحظه دي بدات الاحظ، لو عندك نفس المكان نفس الفرش، بس بدل اللمبه البيضاء المزعجه دي جبت لك لمبه صفرة كده مريحه تهديك، عارف ايه اللي هيحصل؟ هتهدى فعلا. في حاجه فينا اسمها السنسوري لود، يعني كميه الاشارات اللي بتوصل لمخنا في الدقيقه. فلو الاشارات دي كتير هيجي لك توتر ممكن من غير ما تفهم ليه. يعني مثلا لو في شباك مكسور، فمخك بيبص عليه كل يوم وبيقول لك في هنا خطر، حتى لو ما كنتش اصلا بتفكر فيه. هو بيشتغل في الخلفيه زي تطبيق مفتوح يستهلك بطاريه مزاجك. البيت مش مكان محايد، يا اما بتسكن فيه يا اما هو اللي بيسكن فيك، يا اما بيرفعك يا اما بيشدك لتحت، يا اما بتنام فيه يا اما بتتخانق مع نفسك وانت بتحاول تنام. والمخ بتاعك زي الموبايل، والبيت مليان حاجات كتيره زي الابلكيشن اللي بتسحب من بطاريتك. ففي حاجه في العماره كده اسمها legibility، او القابليه للفهم او للقراءه او المقروئيه. يعني يا عم لطيفه، يعني المكان يبقى سهل يتفهم، الممرات واضحه، الفراغات متقسمه كويس، العين تبقى مرتاحه وهي ماشيه. بس في شقق كتير فيها مشكله، تحس انك في متاهه، ركنه محطوطه في مكان معين، باب بيطلع على اوضه غلط، خناقات كتير كده في مساحه البيت، كنبه في النص بتسد الطريق، والنتيجه مخك بيتلخبط. وكل ما يتلخبط اكتر كل ما انت تتوتر اسرع. عارف يعني ايه تدخل بيتك وتحس نفسك تايه؟ دي بتبقى متاهه توتر. تفتكر الصوت ممكن يدمر اعصابك؟ اقول لك، الصوت مشكله اكبر مما تتخيل. لو جارك فوقيك صوته عالي، او لو الاجهزه على طول شغاله طول الوقت، فعقلك مش بيرتاح، لان هو مش بيفهم ان ده صوتهم مش صوتي، هو بس بيفهم ان في دوشه. فده معناه ان في عدم راحه، في خطر، في مشاكل. فنعمل ايه يعني؟ هنكسر شقه ولا نروح نسكن في الغيط؟ لا يا سيدي، هقول لك على حلول بسيطه جدا تحسن فيها حياتك. غير اللمبه العاليه البيضاء اللي فاقعه في كل حته دي، اللمبه هاديه شويه واوطى. لو عندك حته مزعجه حرك السرير بعيد عنها. ممكن حتى تحط ستاره تقيله، تحط عازل صوتي زي مثلا كتب، حاجات خينه شويه جنب الحيطه، بحيث تعمل عزل صوتي يهدي لك المكان شويه. ممكن كمان تستخدم وايت نويز، حاجه شبه صوت المروحه، او حتى اصوات من الانترنت من يوتيوب مليان قوي. وعلى فكره، بيت شيك على انستجرام ممكن يكون اسوأ مكان تعيش فيه على الحقيقه. البيت مش شرط يكون شكله فخم ولا يبهر الناس في الصور، البيت محتاج يكون شبهك مش شبه معرض. ساعات قطعة أثاث بسيطة بتحسسك إنك راجع لنفسك أكتر من كنبة فخمة جدا بس محدش بيقعد عليها. حط في دماغك مقولة قالها أحد الحكماء: لذة الطعام ساعة والنوم يوم والملك شهر، بس لذة البيت تتجدد كل مرة بتبص له فيها. الحكمة دي نقلتها بالمعنى عن دكتور أحمد خير الله، ربنا يكرمه، اتعلمت منه كتير، وأنصحكم برضو تشوفوا البودكاستات بتاعته. نصيحة من أخوكم الصغير أو الكبير حسب أنت بقى عمرك قد إيه. بيتك مش رفاهية، بيتك هو جهازك العصبي تاني. لو اتحسن مزاجك كله هيتغير. فابدأ بخطوة بسيطة وخليك واعي ان المكان اللي انت عايش فيه دوت يا اما بيبهدلك يا اما بيطبطب عليك. انا محمد احمد عبد اللطيف، ودي كانت حلقه جديده من اوضه وصاله، البرنامج اللي مش بيقول لك تشتري ايه ولا تجيب عفش ايه، بس بيقول لك ازاي ممكن تخلي بيتك يبقى شبهك، ازاي نفهم الاماكن اللي حوالينا، ازاي نبقى جزء من المدينه والمدينه تبقى جزء مننا. لو عجبك الكلام اشترك في القناه وسيب لايك. انا عارف الموضوع دوت شويه كليشيه وممل، بس فعلا بيساعد ان الفيديو يوصل لناس اكتر. واكتب لي في التعليقات ايه اكتر حاجه في بيتك بتحس انها ممكن تكون بتضايقك بس انت مش واخد بالك. انا هقرا كل حاجه بتتكتب. والصاله لسه واسعه والشاي جاهز، والسلام ختام.